السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لسه ما اشتركتوش، فعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا جايلكم بقى بطريقة جديدة مختلفة للمكرونة شوية. والله جبت المكرونة وجبت السجق، اعمل بيهم ايه؟ قلت احمر مكرونة واعمل السجق. قلت طب مفيش حاجة مختلفة نختلفها نغيرها. عملت بقى ايه؟ جبت مية وحطيتها تغلي. اول ما غليت حطيت فيها شوية ملح وشوية زيت، ونزلت بكيس المكرونة ايه الكبير بتاعي انا كنت جايباه. زي ما انت بقى عايزه اي نوع مكرونه حطيه، وحطيتها ايه تتسلق زي ما انت شفتوها كده. وجبت الطاسه الحلوه بتاعتي اللي بحبها الكبيره الحلوه دي، حطيت فيها شويه زيت صغيرين عشان خاطر السجق يبقى فيه زيت ومدهن. بس للاسف طلع السجق دوت ما اعرفش ازاي، يعني ما كانش مدهن، فما كانش فيه دهون كتير على ما اعتقد بقى. ونزلت بالسجق بتاعي قعدت اشوح فيه، اشوح 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 زي ما انتم شايفين كده، عشان نعمل بقى بيه اختراع يا كوتش. هنسيبه بقى ايه يتشوح شويه كده اهو، وهنرجع ايه نحط له ماجي. هنحط شويه ملح وشويه فلفل. ادي الملح بتاعنا، بس كنت بحطه بالغلط. برضو مرضتش احط ملح كتير عشان خاطر ايه المفروض اللي هو السجق يعني بيبقى فيه التوابل، يعني في كل حاجه، بس زودت ايه حبه من عندي كده مع الماجي مع شويه فلفل اسود عشان برضو ايه نحط التاتش بتاعنا يعني. وهنديهم برضو تشويحه مع بعضهم كده. شايفين بقى يعني عمل لسوع كده شويه ازاي؟ عشان كان عايز زيت اكتر، لان هو ما دهون كانت كتير كافيه لا تنزل كده وتشوح فيها زي ما بيكون الطبيعي يعني. ممكن بقى لو مش عايزه السجق بتاعك يبقى مقطعاه كده يبقى صحيح، خليه صحيح. انا كنت غطيته شويه وايه يقعد يتشوح، وغطيته تاني عشان يكمل تشويحه براحته، عشان برضو نتاكد ان اللحمه اللي جوه استوت. وهني كده المكرونه خلاص كده كانت اتسلقت وقفلت عليها. بس هناخد ايه المج اللي انتوا شايفينه الكبير دوت، هناخد ميه السليق عشان بيكون فيها النشا اللي ايه هقولك هنعمل بيها ايه، بس ايه لما يجي وقتها. فشلنا كده حبه الميه المكرونه المسلوقه دي، ووقع فيها شويه مكرونه بس مش مشكله، كده كده هيتحطوا على بعض في الاخر. وهنا بقى هنرجع تاني للسجق، كان اتشوح معانا زي ما انتم شايفين، طبعا شكله اختلف. هنوسع بقى ايه شويه كده، يعني هنوسع مكان عشان نجيب ايه نجيب دقيق هنشوحه في الحته دي. نجيب بس شويه زيت الاول، نزود شويه زيت، بس برضو كان هيكون عايز زيت تاني. لو انت بقى حابه تعملي بره البشاميل اللي يعتبر يعني البشاميل اللي انا عملته دوت، كنت تعملي بره كانت ايه تحطيهم كلهم على بعض. يا اما لو عملتي زيي برضو مش غلط يعني، في الاخر الاكله كانت حلوه وكله كان تمام. هنعمل بقى ايه هنشوح كل الدقيق دوت كده مع حبه الزيت اللي احنا حطيناهم، احط له حبه زيت كمان، وافضل بقى ايه اقلب فيها كده لحد ما يندمج. ممكن بقى الطريقه دي تعملوها باي حاجه مش شرط سجق. عندك لحمه مفرومه تمام، عندك سوسيس تمام، عندك بانيه، ما عندكيش بقى حاجه خالص هتعملي شويه بشاميل حط عليهم حته جبنه. لو عندك ما عندكيش جبنه موتزاريلا او اي نوع من الجبن اللي بتسيح، ممكن تحطي جبنه دومتي، تحطي براميلي، اي حاجه تقدري تحطيها مع شويه فلفل الوان. مفيش فلفل الوان هتعملي بقى بشاميل تحطي عليه مكرونه، وهتاكلي احلى مكرونه وايت صوص، بتبقى تحفه بجد. المكرونه واحد بيحبها باي شكل باي نوع باي طعم باي حاجه، اي حاجه بتتحط عليها بتبقى حلوه. انا والله اصلا بحب اكلها مكرونه مسلوقه كده بيضه من غير اي حاجه خالص، هي تتسلق ملح والزيت وتشطفيها شطفه صغننه كده وتاكليها، يعني حاجه لا يعلى عليها. هنا بقى بص كنت شوحت الدقيق شويه، هنزل بقى بميه المكرونه اللي انا كنت واخداها دي، وايه وهفضل اقلب لحد ما الدقيق بتاعي يفك. ودي اصلا ما كلكعش ولا حاجه، انا كنت فاكره ان المكرونه دي كان مكلكع، لكن طلعت بقى المكرونه. هنقلب كله في بعضه، وهنعمل ايه طبعا ده مش البشاميل بنحط له لبن، واحنا برضو هنحط له لبن عادي جدا حتى لو السجق محطوط، مفيش اي مشكله، ان احنا كده كده اوقات بنعمل مكرونه بشاميل بالسجق او اي حاجه.
هنجيب بقى ايه نص كوبايه لبن او كوبايه الا ربع تقريبا اللي انا كنت عامله فيها دي، هنشوف مع بعض دلوقتي. كانت مخليه كده المكرونه لونه احمر كده ومختلفه يعني. تقريبا دي كانت كوبايه الا ربع لبن. قلبتهم بقى كده في بعض. دوقي برضو طعمهم، شوفي لو محتاجه ملح هتحطي شويه ملح تاني، لو مش محتاجه خلاص. شايفين بقى لونها كده كان عامل ازاي؟ كان يعني احمر روز فاتح مش احمر كمان. هتغلي بقى دلوقتي كلها مع بعضها ولونها هيغمق شويه وهتبقى حلوه قوي قوي بجد يعني. جربوها مش هتندموا ان شاء الله هتعجبكم. انا بقى خدت المكرونه كنت صفيتها وشطفتها شطفه صغيره كده ورجعتها في الحله تاني عشان تبقى جاهزه بقى. اول ما الصوص اللي احنا عملناه بقى بتاع السجق دوت يكون جاهز هننزل بيه على طول. شايفين بقى كده جماله لانه فعلا غمق ازاي. انا بقى كنت بشوفه تقل شويه ولا لا. هنا بقى كان عندي جبنه موتزاريلا كده حطيتها. افضل بقى اقلب فيها كده لحد ما هتسيح كلها في بعضها. هي لسه مكلكعه بس ايه يوم ما هتاخد من السخونيه هتقوم سايحه. احلى حاجه في الموضوع الجبنه. يعني انتي لو عملتي المكرونه بالبشاميل بس كده وجبنه يا خرابي. كلي بقى كلي يعني المكرونه دي بجد حاجه من بتعدل الهرمونات كده بتظبط المزاج. هي المكرونه سيبك بقى من الشوكولاته والكلام ده. لا والشوكولاته برضو مش هنضحك على بعض يعني، طبق مكرونه وشوكولاته حلوه كده معاه بعديه. شايفين بقى كده كانت الجبنه خلاص ساحت. شايفين بتشد اهي كده بقى. بعد ما جهزت جبنا بقى ايه المكرونه وهننزل بقى عليها بصوص السجق دوت. حاجه مختلفه يعني ما شفتهاش قبل كده حد عملها. انا الصراحه مش هضحك عليكم انا افتكستها وطلعت تحفه. لان انت كده كده بتعملي بشاميل وبتحطي عليه اي نوع لحوم عندك او اي حاجه. فانا بقى حاطه السجق قلت نشوف كده وطلعت بجد حلوه قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. واي حاجه مختلفه الصراحه يعني العين بتاكل قبل البق زي ما بيقولوا. فاي حاجه جديده بتغير يعني احسن من الحاجات التقليديه. كان ممكن نعمل مكرونه بصلصه عادي جدا او نحمرها ونعمل جنبها السجق، بس احنا قلنا نغير كده نعملهم كلهم في طبق واحد. كنت بقى عايزه احط طبعا شطه عليها كلها كده عشان تبقى مشطشطه، بس مرضتش بقى عشان فريده وسليم طبعا اعداء الشطه، مع انهم بياكلوا شيبسي بالشطه بس لا كمان الاكل بقى مزاج يعني. فمش قلت مش هعكنن عليهم فاحط في الطبق بتاعنا بس. كده بقى خلاص المكرونه بقت جاهزه معاكم. نسيبها بقى ايه سنه يعني بتاع 5 دقايق بس كده على نار واطيه وبعد كده نبدا نغرفها. 5 دقايق بس ونرجع نكون غرفناها. كده بقى غرفتهم. وده الطبق بقى بتاعي اللي انا الحمد لله كلته بألف هنا وشفا ليا. هنحط بقى عليه شويه شطه وشويه كاتشب وكلوا بقى احلى اكل. لو الفيديو بقى عجبكم دوسوا لايك، ولو برضو ما عجبكوش دوسوا برضو لايك واشتركوا في القناه وفعلوا في الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اهو كده بقى حطيت شويه الشطه وشويه الكاتشب. كلت بقى لما شبعت. طبعا لازم ادوق عشان اوريكم. وكانت فعلا حلوه قوي. جربوها بقى يا حلوين. ان شاء الله الفيديو ينزل لكم بدري عشان ما لحقش يعمل غدا يبقى عارف هو يعمل غدا ايه النهارده. حاجه بسيطه ومش شرط يكون عندك سجق، اي حاجه عندك حطيها عليها وهتبقى حلوه برضو معاكي. كفايه بقى يا بسنت.